عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل تتبيلة الفراخ الرومي معانا بأبسط طريقة. هنجيب الكبة أو الخلاط ونحط فيه بصلتين وطماطميتين وفصين توم ونضربهم. هنا نضربهم مع بعض. هنا بعد ما ضربناهم نحط معلقة صلصة ومعلقتين زيت ببهارات ملح وفلفل اسمر وبهارات فراخ و7 بهارات ومعلقه عسل ابيض. معلقه العسل الابيض بتساعد على تطريه الفراخ والتسويه بسرعه. ده طبعا مش هيغيب في الفرن لان هو حجمه صغير مش كبير، لكن لو حجم اكبر هيقعد مده اطول في الفرن. هنا هنجيب فرخه معانا، دي كروم معانا، وهنتبله من كل حته، من الجناب ومن كله، يقعد في التتبيله ليله كامله. ما ينفعش نتبله ونسويه في ساعتها عشان يشرب من التتبيله، وندخلها من جوه من الصدر ومن الورك زي ما احنا شايفين كده. نحطه في طبق ونغطيه بستريتش ونحطه في التلاجة. هنا طبعا انا متبلاه من قبلها بيوم. لو مستعجله قوي على الاقل يقعد ساعتين 3 في التتبيله عشان يبقى اللحم متشرب ويستوي معاكي بكل سهوله. هنا هنجيب خضار ونحط تحته بطاطس وجزر وفلفل. وهنا باقي التتبيله معانا هنحطها على خلطه الخضار. هنحط الخضار على بعضه وهننزل عليه بالتتبيله، نحط عليها بس شويه ملح وفلفل اسمر. هو عليها طبعا بس ده هنزود عشان الخضار، وهنقلبها. انا طبعا هسويه في كيس حراري، مش هسويه في الفرن كده لوحده او هسلقه او حاجه. انا هجيب كيس حراري بيتجمع من عند اي عطار، ده الحجم الكبير. هنحط الخضار، جبنا صينيه وحطيناها في قلبه. هنحط عليها ديك. لو مش متوفر الكيس الحراري ممكن نغطي الصينيه بورق ألمونيوم، بس الافضل الكيس الحراري لانه بيساعد على التسويه بسرعه وبيطلعها متحمره وحلو. هنا ده بيجي قفل معاها، نقفلها كويس ونربطها ونقفلها كويس. هنقص الكيس من الجنب بالمقص كده فتحتين عشان يخرج الهواء والبخار، عشان الكيس ما ينتفخش معانا في الفرن. هنا هنحط الشبكة في النص على اعلى درجة حرارة، نخلي الفرن على اعلى درجة حرارة. وما نحس ان هو ابتدى في السوا وبدأ ياخد لون هنا وطيت النار سنة، وكان قرب خلاص على السوا، خلاص كان قرب يستوي. هنا خلاص كان استوى معانا، طلع هنا محمر لوحده من غير ما احطله، من غير ما اشغل شواية ولا اي حاجة، هو احمر كده في الكيس لوحده. والفراخ مستوية معانا، شوف الديك مستوية معانا ازاي. اذا كنت وصلت معانا للنهاية ياريت منساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد.